أهلا بكل المتابعين، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم عندنا تحليل مباراة نارية، برشلونة ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة كانت مليئة بالإثارة والأداء الرائع، وانتهت بالتعادل 3-3. خليكم معنا للنهاية. يلا نبدأ بالشوط الأول. المباراة بدأت بصدمة لجماهير برشلونة. إنتر سجل هدف مبكر عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الأولى بسبب خطأ دفاعي من كوندي، ولما ظن الجميع أن الوضع سيزداد سوءا لبرشلونة، دومفريز سجل الهدف الثاني في الدقيقة 20. لكن انتظروا شوية، برشلونة ما استسلمت. لامين يامال النجم الصاعد صاحب 16 عاما سجل هدف خرافي في الدقيقة 24. بعدها فران توريس سجل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 28. بوم نهاية الشوط الأول. ننتقل للشوط الثاني. دومفريس رجع من جديد وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 63، لكن رد برشلونة كان سريعا عن طريق رافينيا. كرته ارتدت من حارس إنتر سومر ودخلت الشباك. المباراة أصبحت 3-3 والجمهور كان في قمة الحماس. برشلونة ضغطت بقوة لتسجيل هدف الرابع، لكن دفاع إنتر صمد. بعد المباراة شفنا تصريحات المدربين. فليك قال: أنا فخور باللاعبين، هذه هي روح برشلونة، لا نستسلم أبدا. أما إنزاغي فقال: كنا حذرين لكن مش خائفين، وراضي عن الأداء رغم التعادل. خلونا نتكلم عن أبرز اللاعبين. لامين يامال وعمره 17 سنة بس كان نجم المباراة، مراوغة وتسجيل وتموضع كأنه لاعب محترف كبير. فران توريس كان حاسم، ورافينيا قدم أداء ممتاز. من إنتر دومفريس بدون شك كان رجل المباراة بهدفين وأداء رائع. بالتطلع لمباراة الإياب في سان سيرو، الكل منتظر يشوف هل برشلونة راح تحقق الحلم وتتأهل للنهائي، أو إنتر راح تحسم التأهل على أرضها. شاركوني توقعاتكم في التعليقات. إذا عجبكم التحليل لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركون في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكم أي فيديو جديد. مع السلامة.